بما انه هذا موسم الكشك، بهذا الفيديو رح لكم كيف فينا نعمله من الالف للياء. الحقونا على التحضير. بداية بدنا نبلش ببرغل الكشك، لنكون واضحين، نحن عندنا اكثر من صنف بنستعمله للكشك. عندنا الصنف الاول اللي هو بيجي البرغل الفقشتاين، ومعروف بعض المناطق بالزمطية. اما الصنف الثاني اللي هو البرغل الخشن بهذا الشكل، بس اكيد البرغل الناعم ما بيمشي حاله. هذا هو البرغل الخشن، كمان هذا بيزبط للكشك وبيطلع ممتاز. هلا بنشيلهم وبننزلهم داخل الجار. بسم الله. هلا بداية بنجيب نبرش المي وبنحطه على طرف الجط بهذا الشكل، وبنرجع بايدينا بدنا نبلش نفرك فيهم وننظفهم كثير منيح، لانه بيجي فيهم شوايب وكمان قشرة. هالقشرة بنشيلها وبنتخلص منها. مثل ما ملاحظين نحن عم ننظف رح يصير يطلع لنا رغوة بهذا الشكل، هي عادية كلها بنشيلها وبنتخلص منها، بس اهم شيء نتأكد من نظافتهم. هلا انتبهوا، ماكسيموم لازم ينقع البرغل عندنا 10 دقايق، ولازم بالاصح ما ينقع حتى، لازم فقط نفركه وننظفه كثير منيح، وكل ما بكرنا كل ما كان احسن. ومثل ما بتعرفوا البرغل نقعتوه بالمي بيشرب المي، نحن ما بدنا يشرب هيدي المي من الاصل. بعد ما نغسلهم ويصيروا عندنا بهذا الشكل ونصفيهم اهم شيء كثير منيح، بدنا نحط طاوله تحت الشمس ونفرد عليها شقفه نظيفه، وبنشيلهم ونبلش ننزلهم عليها بهذا الشكل، بس حاولوا ما تخلوها تكون طبقه سميكه. واهم شيء مش لازم ينحطوا بمحل انه يكون في شمس وفي هواء كتير حتى ما يصير في غبره. وبعد ما نفردهم بهذا الشكل تحت الشمس، كل نص ساعة بنيجي بنعطيهم تقليبه، بيكون نشف عندنا الوجه والكعب بعده مرتب شوي، فبنشوفهم اثنيناتهم حتى ينشفوا عنا بشكل كامل ويطقطقوا عنا. والمقصود من كلمة طقطقوا انه ينشفوا بشكل كامل حتى ياخذ نقطة سوائل فيهم. وبعد ما يمضي عليهم يومين ونشفوا عنا بهذا الشكل، لازم ينشفوا ويرجعوا مثل ما كانوا قبل ما نغسلهم، هيدي خطوة جدا مهمة، لانه اذا ما تركناهم هيك بيكونوا شربانين مي وبالتالي ما بيشربوا عنا اللبن. وهلا لل5 كيلو بدي ننزل مبدئيا 187 جرام من الملح، اكيد خلال الخطوات الجاية رح نضيف بعد، وبننزلهم بهذا الشكل، وبنعطيهم تقليبة اهم شغلة حتى يختلطوا مع بعض قبل ما ننزل اللبن. هلا لكل كيلو من البرغل بده كيلو من اللبن، من المستحسن انه يكون لبن معزه، لانه بيعطي بروده خلال البال اكثر من البقر، وكمان بيعطي نكهه اطيب من ناحيه الحموضه. بسم الله. هلا بكل بساطه بنعطيهم تقليبه حتى يختلطوا مع بعض، واكيد كل ساعتين تقريبا بدنا نعطيهم تقليبه. هلا بعد ما نعطيهم تقليبه بيصير عندنا بهذا الشكل، كل شي ساعتين تقريبا بنعطيهم تقليبه، بيكونوا جاهزين عندنا تقريبا بعد 9 ساعات، يعني من هلا ل9 ساعات كل ساعتين نعطيهم تقليبه حتى نتاكد انهم عم بيشربوا كل كميه اللبن بالتساوي. المهم جدا، بس نحن بدنا نشتغل فيهم، ما بنشتغلهم على الارض مباشره، بنحطهم على طاوله بهذا الشكل وبنشتغلهم. والشيء ثاني مهم كمان، اولا بنغطيهم حتى ما ينشف وجههم، وثالث شيء لازم يكون محل بارد، لانه اذا في حراره ما بيمشي حاله، لازم يكون في برود. وبعد ما يصير عندنا بهذا الشكل برغلات شربوا اللبنات، ضلوا من بالليل للصبح. هلا بس نيجي نضغط عليهم بيكونوا بهذا الشكل، ما بيلزق عندنا اللبن على ايدنا بهذا الشكل، يعني بتطلع ايدنا نظيفه، يعني هودي صاروا ممتازين وصاروا جاهزين عندنا للطهي. وهلا بكل بساطه بدنا نبلش نحط فيهم. جينا نحن المطحنه علي زين الدين، هي معروفه من زمان بس مكانتها كلهم حديثين وجداد. على كل خلينا نبلش نطحن فيهم حتى نجهزهم، اكيد رح نفرجيكم كل خطوه بخطوتها. بدنا نحاول دفعتين. بنزل عليه كم سطح، كمان ما يعطي 5 كيلو. هلا بعد ما يصير عندنا بهذا الشكل صار عندكم، بدنا نشيل ونحطهم داخل الجار، الجار بيكون محطوط جوات قطعة قماش بهذا الشكل، تكون نظيفة ومعقمة. هلا للعلم هي لشقطة قماش، أولا بتعطينا نعومة وبياض للكشك، لاي، لأنه في رطوبة زيادة تكون موجودة جواته، وهيدي القطعة بالتالي بتسحب هاي الرطوبة، لأنه إذا تركنا هاي الرطوبة تسنخ على الكشك، وبالتالي بتنزع لنا اللون والنكهة. نبلش نعمل. وهلا بكل بساطة بنغطيهم وصفينا رح نعمل. والله سلم لي معباس على زميلتي معنا. اهلا وسهلا فيك. واللي بده يعرف محل مطحنة علي زين الدين يتواصل، هذا رقم صار عندكم. وبكل بساطة بناخذهم ونحطهم بأبرد محل عندنا بالبيت، وما بنستعن أبدا لتاني نهار الصبح. هلا صار الوقت حتى ندعكم مع اللبنة، بس قبل ما ندعكم يعني في منهم بلشوا يقولوا انه كشكاتك طالعين رخوين او مرقين، مثل ما شايفين جمدين وما احليهم. اجباري اول ما نعجنهم مع بعض رح يكون في شويه سوائل او رطوبه بالاصح، ونحن بنضيف قطعه القماش حتى تسحب هي الرطوبه، وحتى مع الرطوبه ما بيكونوا مرقين. وبخصوص اللبنه، مش اي نوع لبنه بيمشي حاله، هيدي اللبنه مخصصه للمونه، يعني بس تروح على حيالله محل قلبين او اشبان بتقولوا له بدنا لبنه ناشفه للمونه، وبيعطيكم هيدي بتكون ناشفه وقليله سوائل. هلا بننزلهم نعجنهم قبل ما ننقلهم على جط ثاني، وبعد ما نعجنهم ويصيروا بهذا الشكل نقلتهم اني من هذا الجاط الظاهر عندكم هون، قطعه القماش هيدي
لجات وقماش جديده بهذا الشكل. وبخصوص قطعه القماش هيدي وهذا الجار ما بنغسله مثل اي قطعه قماش ثاني، يعني مع دواء جالي او عفوا دواء غسيل، لانه بيطعم عنا. فبالتالي شو بنعمل؟ بننقعهم بمي وقد كمشة الايد من الملح، ملح ناعم او خشن ما بتفرق، من الافضل الناعم. نتركه شغله ل10 لربع ساعه، بنرجع بنعصره وبنغسله وبنرجع بنتركه ينشف. انا هيك على طول بنعتمد للمونه حتى ما يطعم عنا وينزع النكهه. وهلا بنرجع بننزل على وجهن قدر الكوب من اللبن وبنمسحهم بهذا الشكل. للعلم الهدف من هيدي العملية كلها انه ما نخلي وجه الكشك ينشف عنا، يعني اللبن بنضيفه حتى يطر الوجه ويضل يعطيهم طراوة، يعني ما يقسى وينشف الوجه. للعلم يا جماعة كشكيتنا بعد بدهم ملح، بس نحن هلا معصب فينا نحطهم جواتهم، فبالتالي بناخذ تقريبا قدر كمشة الايد ومنرش الملح على الوجه، اكيد ملح خشن. نحن بالتالي بس نعمل هذا الشيء عنا قطعة القماش ما عادش بتلزق فيهم الكشكيات، وكمان بنكون عم نحصل على كمية الملح اللي بدنا اياها بنفس الوقت. بكل بساطة بنرجع بدنا نغطيهم يعني مثل الايام السابقة، بنقطهم بهذا الشكل وبننزل، وهلا بناخذهم على محل بارد وبرجع لكم بكره. وهلا بكل بساطة يا جماعة بنضلنا على اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس بنعمل نفس الخطوات، يعني بنعجن بنرجع بندهن دهنة لبن وبنرش رشة ملح، بس للعلم في احتمال كثير كبير على النهار الخامس ما نعوز لبن، وبنرجع بنكشف عليهم حتى فرجيكم كيف النتيجة بدنا اياها. مثل ما شايفين جمدين وماحلين، هيدا هو الشغل الصح. هلا بدنا نشيلهم حتى نبلش نجهزهم. هلا نحن يا جماعه بدنا نبلش باول مرحله من نشف الكشك. بدايه بنيجي للكشكات وبناخذ قطعه بهذا الشكل ونبلش نفردهم على قطعه قماش بهذا الشكل، اهم شيء تحت الشمس وقماش تكون مخصصه للكشك. وبعد ما نفردهم على قطعه القماش نتركهم تحت الشمس حتى يبلشوا ينشفوا عنا. وبعد ما مضى عليهم 3 ساعات وبلش ينشفوا عنا بهذا الشكل، بدنا نبلش نصغرهم لقطع اصغر من هيك حتى ينشفوا معنا اسرع. وبعد ما قطعناهم ورجعنا نشفناهم وفركناهم حتى صاروا عنا بهذا الشكل الظاهر عندكم، يعني اذا بنحملهم بايدنا وبننزلهم ما بلزق اشياء كف ايدنا، يعني هيك صاروا جاهزين عنا للطاحن. يا اخي نحطهم داخل الجاط وناخذهم على المطحنه. وبعد ما جبناهم على المطحنه بنحطهم داخل المكنه حتى نطحنهم، اكيد بنفرجيكم كيف لازم ينطحنوا. وبعد ما نطحنهم ويكونوا صاروا جاهزين عنا بدنا ننزلهم حتى ننخلهم. بعد ما خليناهم صاروا جاهزين عنا صار فينا نرجع البيت. وسلام يا ابو عباس، زيتني معنا من اول فيديو لاخره. مش اهلا وسهلا فيك، تكرم عينك محمود. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. وبكل بساطة هيدا هو الكشك صار جاهز عنا، فقط هلا بدنا نحطهم على قطعة قماش نظيفة ونتركهم حتى يبردوا كليا ونرجع بنكيسهم. صار فينا هلا نكيسهم ونزينهم وبكونوا صاروا جاهزين. بس قبل ما نسكر الكيلو خلينا نزينه ونفرجيكم انه وزنه 1 كيلو على القاب. ومثل ما بيقولوا شريته ولا تربيته، واللي بده مثل هالكشكات يتواصل هذا الرقم الظاهر عندكم، وفي دليفري على جميع المناطق اللبنانية، وسعر الكيلو $20.